وصل الآن قطار السويس رقم 14 على رصيف رقم 1. عزة حبيبتي، دي معجزة اني اقابلك تاني وفي نفس المكان اللي شفتك فيه اخر مرة. تعالي يا حبيبتي تعالي. وفضلت في الاسر شهرين لحد ما قدرت اهرب، واول لما رجعت سالت عليكي في كل حته. في البانسيون قالوا لي انك سبتيه، وفي المسرح مدام نعيمه قالت لي انك ما بقيتيش معاهم. قلبت عليكي مصر في حالها لغايه لما اتحققت المعجزه ولقيتك هنا. ما تتصوريش مدى سعادتي قد ايه. هنعوض كل اللي فات من عمرنا. من بكره هنسافر الفيوم عند والدتي، هعمل لك حفله خطوبه ما حصلتش. عمرو. ايوه يا حبيبتي، عايزه تقولي ايه؟ ما تتصورش الايام اللي فاتت مرت عليا ازاي. عارف يا حبيبتي عارف. انت لازم تعذبتي كتير قوي يا عزه، لكن خلاص من هنا ورايح ايامنا هتبقى كلها سعاده. عايز دايما اشوف ابتسامتك الحلوه. عمرو ارجوك. ايه يا عزه في ايه؟ عزه انا عارف اني غبت عنك كتير وافتكرتيني. عزه انت حبيتي حد تاني؟ عمري ما حبيت ولا بحب ولا هحب غيرك. وانا بعبدك. يبقى خلاص اضحكي بقى. انا هروح اكلم والدتي في الفيوم، هقولها اننا هنكون عندها بكره. عمرو عمرو. ايوه بكلمك في المحطه. ارجوك لازم ماما تسمعني. عارفه يا بنتي مين في المحطه؟ انت ما تعرفش انا بقيت. ايوه عزه. انا ما اقدرش اسافر معاك. اخيرا لقيتها يا ماما. أنا ما تتصوريش استاهلش حب. السعاده اللي انا فيها. لازم الاول تعرف كل حاجه. إنها جاية معايا لازم بكرة تعرف إن شاء عزه الله. بقت ايه، لا، وبعدين لا. تقرر اللي هتعمله. لا يا ماما مفيش داعي تيجي. سيب التليفون. لا احنا هنيجي سيب التليفون واسمعني شويه. ايوه طيب طبعا اذنك بقى يا ماما. ايوه عزه كنت بتقولي حاجه؟ في ايه يا عزه؟ ولا حاجه. طب يلا بينا. عمرو انا مش هقدر اسافر الفيوم. ليه؟ عشان ما عنديش هدوم مناسبه. بقى هي دي المشكله؟ هجيب لك هدوم، هجيب لك الدنيا بحالها. اهلا يا عمرو. ازيك يا عم صالح؟ اهلا سعاده البيه. اهلا. الست فين؟ الف حمد لله على السلامه. الله يسلمك. مستنيه سعادتك فوق. طب هات لنا الشنط. حاضر يا فندم. ماما عمرو. ماما. عمرو الحمد لله بالسلامه اهلا يا ماما. وحشتيني قوي. انت اللي وحشتني. معلش يا ماما انت عارفه الشغل. المره دي قوي. اقدم لك عزه عز الدين خطيبتي. ماما. اهلا وسهلا يا بنتي. صباح الخير يا هانم. هانم ايه؟ تعالي يا عزه، تعالي يا حبيبتي. اهلا اهلا. انت من هنا ورايحه تقولي لي يا ماما. ها مش قلت لك ان احنا هنتقابل في ظروف احسن؟ ماما حكت لي عزه على اللي حصل يوم ما جت تزورك في البنسيون. انا اسفه قوي على اللي حصل يوميها. بالعكس يا بنتي، انا اللي اسفه. انا لما عرفت بعد كده قدرت شعورك ساعتها. دلوقتي انتوا هتفضلوا كده واقفين على السلم تاسفوا لبعض. يلا انا عايز اخد دش. انا تعبان.
تعال ما اوريلك اوضتك يا حبيبتي. على فكرة يا عمرو، ده احنا معرضين لغزو كبير قوي. غزو؟ كل المعارف والقرايب لما عرفوا انك جايب عزة هنا قالوا لازم نشوف عروسة عمرو، فعزمتهم كلهم الليلة علشان تتعرفي عليهم يا عزة. طب يلا بينا ندرس الخطة سوا استعدادا للغزو. جميلة. ويا ترى عروسة عمرو حلوة زي ما بيقولوا؟ ادي انتوا هتشوفوها بنفسكم. هي اتأخرت ليه؟ انتوا عارفين بقى دلع البنات. عن اذنك اتفضل. اتفضل. اهلا وسهلا اهلا. وبعدين مساء الموقف بالظبط زي ما حكيت لكم. وبعدين يا عمرو؟ وبعدين؟ بعد كده بقى تعال. اتفضل. هي عايزة اتأخرت ليه؟ مش عارف، هطلع استعجل. عزة تعالي يا عزة، تعالي يا حبيبتي. اسمحوا لي اقدم لكم الانسة عزة عز الدين، خطيبة ابن عمرو. متشكرة متشكرة أوي. يلا يا ولاد فرفشوا وانبسطوا، يلا يلا. ما تتصوريش انا الذي سعيدة دي يا عزة. بس يا عمرو انا خايفة قوي. خايفة من ايه؟ كل الناس عمالة تبص لي، حاسة زي ما اكون في امتحان. ونجحت فيه بامتياز مع مرتبة الشرف. ثم انت يهمك ايه من الناس؟ مش كفاية اني بحبك؟ حلو قوي خطيبة عمرو، محدش قال حاجة، بس العيلة برضك فيها بنات حلوين. على فكرة بيقولوا انها كانت بتشتغل رقاصة الصبح. والله العظيم انت مش ملاحظ ان مراد بيه ما جاش الحفل الليله؟ 100% هو مش موافق على الجواز. هنا هي دي. اهلا يا عمي اهلا. هي دي. ايوه يا عمي. اسمح لي اقدم لك خطيبتي عزة، عمي له مراد. اهلا وسهلا. بقى انت عزة ها؟ ايوه. سيبنا لوحدنا شوية. تمام يا فندم. على اذنك يا عزة. ما انا راجع لك على طول. سيبنا شوية. حاضر يا فندم. تعالي انا عايزك. تعرف اني سيادتك نشفت ده من مدة ربع ساعة؟ انا؟ ايوه. ازاي؟ يوم عمرو جالك في المكتب عشان يستأذنك ان احنا نتجوز، انت كنت معاه؟ ده انا قعدت مستنية في التاكسي ربع ساعة. يبقى احمد ربنا اني ما شفتكيش يوميها. ليه؟ لانه كنت هرفض رفض بات انه يتجوزك. كنت هترفض؟ طبعا، لانه كنت هخطفك منه واتجوزك انا. طب وعمرو هنعمل فيه ايه؟ هي دي المشكلة. اسمعي، تعالى ما اعرفك ببقية العيلة. حاضر.
100% مش موافق على الجوازه دي. ها؟ يعني بقى نستريح شويه لحسن انا تعبت قوي. أنا متشكرة أوي يا فندم. على ايه؟ أنا عارفة ليه خرجت بيا قدام المدعوين. ليه؟ علشان تثبت لهم إنك موافق على الجوازة. انت ذكيه قوي يا عزه. ميرسي. ده بجانب انك جميله قوي. دي شهادة أعتز بيها أوي يا فندم. تعرفي يا فندم. انا ما وافقتش الا لما تاكدت ان حب عمرو ليكي كبير قوي. بس يا ترى انت بتحبيه زي ما بيحبك؟ شوف يا عزه، انا كل اللي يهمني الاخلاق. احنا عائله محافظه وعمرو اختارك، وانا واثق انه لما يختار هيختار البنت الشريفه الطاهره، وانا شايف قدامي انسانه فيها كل الصفات دي. ياقوت بيه مستنيكي على نار في الصاله، ومحفظته عمرانه بنكنوت من اللي قلبك يحب. أنا مش هنزل الصالة. هد اللعب مار، لازمته ايه الكلام ده بقى؟ أنت أقذر مخلوق شفته في حياتي. ده لولا انا كان زمانك مرميه وسط كلاب الحواري. مد ايدك وبتشحتي. اتفضل. ايه انت لسه ما نمتيش يا عزة؟ أصلي مش جايلي نوم. طب ممكن اقعد ادردش معاكي شوية؟ اتفضلي. متشكرة متشكرة يا بنتي. والله يا عزة أنا مش عارفة ابتدي ازاي، لكن في حاجات في قلبي ولازم أصارحك بيها. شوفي يا بنتي، كل إنسان معرض للخطأ، لكن العيب إنه يتمادى في خطأه وما يعترفش بيه. يا هانم أرجوكي خليني أكمل كلامي. أنا بعد المقابلة الجافة اللي قابلتيني بيها في البنسيون خرجت من عندك وأنا مصممة إنك يستحيل تكوني زوجة لابني. سامحيني سامحيني يا بنتي. كل أم بتفضل لابنها بنت من العيلة لها مركزها ومكانتها في المجتمع، وأنا أنا ما أعرفش عنك أي حاجة غير اللي حكاهولي عمرو، وحكم المحب غير حكم الأم اللي كل همها إنها تسعد ابنها بزوجة تشرفه وتشرف الأسرة. فكل اللي أرجوه منك يا بنتي إنك تقدري المسؤولية والاسم اللي هتحمليه، وأنا واثقة إنك هتشرفينا كلنا. ألف مبروك وربنا يسعدكم. تصبحي على خير. تصبحي على خير. رايحة فين؟ هشم شوية هوا. أنا كمان مش قادر أنام. عايز أعيش في السعادة دي طول عمري. وحشاني يا عزة، وحشاني قوي. حاسس إني عمري ما هشبع منك أبدا. هنفضل مع بعض على طول. عمري ما هسيبك أبدا. هنعيش أجمل أيام عمرنا. هنملاها حب وضحك وسعادة. كفاية كفاية يا عمرو كفاية. مالك يا عزة؟ في إيه؟ أنا مش عايزة اللي كنت أعرفها. أنا حاولت قبل كده أصرحك بالحقيقة، لكن شجاعتي هي اللي خانتني. كان نفسي ما أصحاش من الحلم الجميل اللي عشته معاك، كان نفسي أعيش معاك طول عمري. لكن مش أنا اللي أحمل اسمك ولا اسم عيلتك. إيه الكلام اللي بتقوليه ده يا عزة؟ لازم تعرف كل حاجة. أنت بعد ما سبتني الدنيا غدرت بيا، اتقفلت كل الأبواب في وشي، اتمرمطت كتير قوي عشان أقدر أعيش.
قصدك ايه يا عزة؟ انت فاهم قصدي كويس. حاولت اهرب من الماضي، لكن ههرب من نفسي ازاي؟ انا ما ينفعكش يا عمرو. انت انبل انسان قابلته في حياتي، طيب وحنين وعظيم. انت الانسان الوحيد اللي حبيته، وعشان كده لازم اكتفي من حياتك، لازم اكتفي بالحياة كلها. عمري ما حبيتني ولا بحب ولا حاجة. شوف يا عزة، انا كل اللي يهمني الاخلاق. احنا عيلة محافظة، وعمرو اختارك، وانا واثق انه لما يختار هيختار البنت الشريفة الطاهرة. سامحيني سامحيني يا بنتي، كل ام بتفضل لابنها بنت من العيله لها مركزها ومكانتها في عزة ارجعي يا عزة، انا ما اقدرش استغنى عنك. عزة صدقيني انا محتاج لك، انا بحبك يا عزة، بحبك. حاسبي يا عزة.